فاش كنا صغار ما كناش كنفكروا بواحد الشكل اللي عميق في القضيه ديال السعاده، حيت انذاك كانت السعاده واحد الحاجه اللي تلقائيه وفطريه، نظرا لان الحياه في ديك المرحله هذيك كتكون كتبان لنا بلون واضح. ولكن ومع التقدم في العمر وخوض تجارب جداد واكتساب معرفه جديده، فالنظره ديال الانسان للحياه كتغير وكيولي في واحد السعي مستمر باش انه يقلب على السعاده. ولكن واش عمرك سولتي راسك كيفاش نقدر نجلب لراسي السعاده؟ هاد السؤال ولا غادي نجاوب عليه في هذا الفيديو ان شاء الله. باغي تعرف التفاصيل؟ اذا كمل الفيديو حتى للاخر وما تمشي فيه. بسم الله نبداو. السعاده واحد المفهوم اللي وقع واحد الاختلاف في التعريف ديالو ما بين الناس ديال علم النفس والناس ديال الفلسفه. فحسب علماء النفس السعاده هي واحد المزيج من الفرح والانبساط والراحه والمشاعر السامه عموما. هاد الاحاسيس اللي كينتجوا كواحد رد الفعل على واحد السلوك ايجابي معين. اما بالنسبه للفلاسفه فعرفوه بشكل اخر. فعندنا ارسطو واللي كيشوف باللي السعاده كتكمن في سد النواقص والحاجيات اللي كيختلفوا من شخص لاخر. مثلا شي حد اللي مريض، ففي نظر ارسطو انه خاصو باش يحصل على السعاده يولي في تمام الصحه والعافيه، حينها غادي تشكل السعاده عنده. اما الفيلسوف لونوار فكيربط السعاده بايجاد واحد المعنى للحياه، هذا المعنى اللي كيختلف من شخص لاخر. وزيد شحال ديال الاراء الفلسفيه حول هذا الموضوع. ومن هذا الشيء اللي قلنا نقدروا نستنتجوا بلي السعاده راه واحد المكون اللي جوهري في حياتنا ولا غنى عنه. وكعوده للناس ديال علم النفس فهم كيشوفوا بلي السعاده كتنقسم لجوج ديال الانواع. كاين النوع الاول واللي هو السعاده المؤقته، وهذه كتبقى غير واحد الفتره وجيزه وكتوقع نتيجه لواحد السعاده لحظيه اللي نجات على واحد الموقف عابر. النوع الثاني واللي هو السعاده طويله المدى، وهذه ببساطه كتبقى مستمره لواحد الفتره اللي طويله عكس السعاده المؤقته، وهذه هي اللي كيطمح لها بنادم. ودابا من بعد ما عرفنا التعريف ديال السعاده والانواع ديالها غادي ندوزو لاهم الاسباب اللي كتخلينا غير سعداء في حياتنا. كاينين بزاف ولكن انا غادي نذكر لكم اهم 3 منهم، واللي هما اول سبب واهم سبب واللي هو المقارنه. هاد النقطه هذه بالذات تيقوني خاصها فيديو بوحدها والله، حيت واحد النقطه اللي جوهريه وغادي تخليك تعاني بزاف. خبرك بلي المقارنه ديال راسك مع الاخرين راه واحد الفخ. كتشوف الدكتوره الباحثه في علم الاجتماع فادية ابراهيم ان مقارنه راسك بالاخرين كفيله بانها تصنع منك واحد الشخص اللي محساد وحاقود على الاخرين. الشيء اللي كيولد عندك واحد الشعور اللي متزايد بالغيره والياس والاحباط، غير حيت كاينين الناس اللي سبقوك ونجزوا شي حاجه قبل منك. وهذا كيدل على نقص الثقه بالنفس وضعف التقدير والرضا عن الذات. يعني ببساطه كتولي حاضر غير الاخرين شنو كيديروا عوضا ما تديها في راسك وفي الانجازات ديالك انت. وطبعا باش الانسان يتخلص من هذه العاده المدمره ديال المقارنه فخاصو انه يحاول يركز على الانجازات ديالو الشخصيه ويقارن راسو الحالي براسو القديم ويشوف الفرق. يعني بنادم يديها في راسو شويه ويركز على اهدافه هو وانجازاته هو بدل ما يبقى غير جالس وحاضر الاخرين اش كيديروا. الا حاولت تداوم براسك على هذا السلوك هذا فتيقن غادي تحس بواحد النوع من السعاده وغادي تتخلص من داك الاحاسيس السوداء اللي كانوا كيتملكوك فاش كنت كتشوف شي حد دار شي حاجه وانت لا، بالعكس غادي تولي كتفرح ليهم. ثاني سبب واللي هو العلاقات السلبيه، او بمعنى اخر العلاقات السامه. هاد النوع ديال العلاقات هادو تيقني راهم والله حتى يخليوك تعاني وغادي يحرموك بشكل كبير من السعاده، حيث عندهم بزاف ديال التأثيرات السلبية الجسديه بحال الاصابه بالامراض المزمنه بحال امراض القلب والسكر وغيرها من الامراض، وكذلك الآثار النفسية بحال اضطرابات عقلية ونقص في الثقة بالنفس، وحتى القضية ديال المقارنة اللي قلت قبيلة، وزيد شحال ديال التأثيرات السلبية. فحاول تنقي المحيط ديال العلاقات ديالك. ثالث سبب واخر واحد معانا واللي هو الظروف المادية. ما كنظنش شي حد فيكم ما عمره ما سمع بديك القولة ديال المال لا يصنع السعادة. صراحة ما عرفتش خونا هذا اللي قالها شنو كان واكل والله. الا ما كانوش عندك الفلوس راك والله حتى غادي تخسر واحد البارت كبيره من السعاده ديالك. حيت راك فاش كتشوف راسك بيطالي ما خدام ما والو وفقير حتى النخاع وعندك حياتك باغي تعيشها بطريقتك الخاصه ولكن ما صايبش كيفاش راك كتمرض. ودابا هذا ماشي سبب غادي يخليك تعيش محبط وما راضيش على راسك وحياتك. ببساطه وحسب وجهه نظري المال كيشكل 80% من السعاده ديال الانسان. بلا فلوس راك تعيس وغير سعيد وغادي تتعذب ديال المزيان.
ودابا من بعد ما عرفنا هاد الشيء هذا غادي ندوزو لاخر حاجه واللي هي كيفاش تقدر تولي سعيد في حياتك. اول نصيحه هي انك تعيش اللحظه راهنه. ما تاجلش الاستمتاع بحياتك حتى النهار اللي تخفوا عليك فيهم الضغوط ديال الحياه، حيت يقدر ما يجيش كاع داك النهار. ببساطه حاول كل نهار انك تركز فيه غير على الايجابيات وما تشغلش راسك بشي حوايج اللي سلبيه. النصيحه الثانيه اللي هي الامتنان ثم الامتنان ثم الامتنان. عبر على الامتنان ديالك تجاه الحوايج اللي كتحمد الله حيت كاينين في حياتك. ما كيهمش مدى البساطه ولا العظمه ديال هاد الاشياء، بقدر ما كيهم انك تعرف شنو هما الثروات اللي عندك في حياتك. يقدروا يكونوا عائلتك، يقدروا يكونوا النعم اللي نعم عليك الله بهم بحال البصر السمع وغيرها، كيف ما انهم يقدروا يكونوا اي حاجه. بدا كل نهار تكتب شنو هما الحوايج اللي انت ممتن حيت كاينين في حياتك. تيقني فاش غادي دير هادي غادي تحس بواحد النوع من الراحه والسكينه الداخليه والسعاده كتدفق وكتغمر كل جزء منك، بالاضافه لواحد الطاقه ايجابيه اللي غادي تعيش بها، اللي غادي تدوز بها نهارك وغادي تكون بيس. ثالث نصيحه اللي هي تفائل. كاين واحد النوع ديال الناس في هذا العالم هذا اللي كتلقاهم سوداويين وديما متشائمين، كيشوفوا غير في كل ما هو سلبي، غافلين على كل ما هو ايجابي. فانت ما تكونش من هذا النوع هذا ديال الناس، كون متفائل وشوف الجانب الممتلئ من الكاس ديما. طبعا غادي يوقعوا لك شي حوايج اللي قباح ولا غادي يزعزعوك شويه وخاصك تقبلهم، ولكن ما تخليش السلبيه ديال هذه الاحداث هذه تطغى عليك. ولا يمكن لك فاش يجيوك شي افكار اللي سلبيه انك تطرح على راسك مجموعه من الاسئله فحال: واش هذا الموقف هذا في غير هاد الدرجه هذه اللي انا كنتخيلوا عليها؟ واش كاين شي جانب ايجابي لهذا الموقف هذا؟ شنو يمكن لي نتعلم منه؟ هاد التساؤلات هادو غادي يكونوا كفيلين نوعا ما باش يعاونوك تنظر كاع الافكار السلبيه والمواقف السلبيه اللي غادي يوقعوا لك من واحد المنظور اللي ايجابي. رابع نصيحه واهم وحده فيهم كاملين واللي هي الفلوس. باش بلا ما نبيع لك الوهم، الفلوس شي حاجه اللي كتر من مهمه في حياتك كيف ما قلت، بل هما السر السعاده ديال الفرد. فهذا علاش نوض وطبق في الفلوس باش تنال شويه ديال الاستقلال المادي، وحتى انت تقدر دير شنو باغي. طبعا فاش كنقول لك الفلوس كنقصد انك تخدم، لقى خدمه ودبر في الفلوس، حيت راهم سر من اسرار السعاده ديال الفرد، بل اهم سر في نظري. وقبل ما نختم بغيت نفكركم باللي هاد الحياه هادي راه قصيره وما كتستحقش انك تبقى مكتئب فيها. عيشها بطريقتك الخاصه وكن سعيد. هذا ما كان الاخوان لهذا الفيديو هذا، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، لعلي نجحت في توصيل المعلومه. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ودمتم سالمين.